تفتكر هنبطل كسل ولا هنفضل كسلانين؟ الكلام ده بقوله لك عشان احنا في 2025 مش هينفع نفضل كسلانين، والإجابة هنا انت ودماغك. طبعا كلنا حسينا إحساس إن أنا عايزة أذاكر بس طب لما أقوم طيب بس أنا عايزة آكل، بقولك إيه لما أقوم. طيب بس يا عم احنا عايزين نخرج، ماشي بس لما أقوم. عمرك بقى سألت نفسك انت ليه بتحس الإحساس ده؟ ليه بتفضل تستنى نفسك تقوم؟ أنا بقى هقولك، بس في الأول اعملي لايك واشتراك وشير وكتير. عمرك فكرت انت ليه بطلت حماس؟ احنا بعد أحداث كورونا والحاجات اللي احنا مرينا بيها الكتير جدا عمرنا ما سألنا نفسنا احنا ليه بطلنا حماس. بس أنا بقى جاية أقولك بصراحة كده، أنا في حد من صحابي كانت واحدة شاطرة جدا وكلها حماس، وقالت لي إن هي مش عارفة تخلص مشروع التخرج بتاعها وإن هي على طول كسلانة. وبصراحة صاحبتي من النوع اللي مش كسلانة، هي بنت شاطرة جدا، مستحيل البنت دي تكون كسلانة. هنا بقى بدأت أفكر هي ليه الناس بتكسل أصلاً؟ وليه الناس بتفقد الحماس بتاعها؟ بص يا سيدي، كل الحكاية إن في مخك حاجة اسمها الدوبامين ده اللي بيخليك تحس بحماس كده، يخليك شعلة واشتعال الاتنين. ده بتحسه امتى؟ لما تاكل أكلة حلوة أو تسمع أغنية حلوة، تحط لايك على صورتك، الحاجات اللي بتخليك متحمس دايما، أو حتى لما تخلص الحاجات اللي عليك زي الشغل أو المذاكرة. عمرك بقى قعدت على موبايلك تسكرول بالساعات ومستني يجيلك نوتيفيكيشن؟ دي بقى اللعبة اللي بيلعبها معاك الدوبامين، انت قاعد مستنيه طول الوقت. هو عارف يلعب معاك، عارف يخدعك، بس اللي أغلبنا مش فاهمه عن مخنا إن إحنا فاكرين إن الدوبامين بيجيلنا قبل ما نتحرك. هو الحقيقي إن الدوبامين بيجيلك بعد ما تتحرك. يعني لو أنت قمت ورحت مخلص اللي وراك من مذاكرة أو شغل بيتفرز دوبامين، والله زي ما بقولك بيتفرز لك دوبامين وكتير، فأنت بتفضل متحمس أكتر. عارف لو عملت حاجات صغيرة بتفرز دوبامين برضو، فيبدأ الحماس شغال معاك، والحماس يجيب حماس. انت بقى بتبقى فاكر ان الدوبامين هيجيلك وانت قاعد بتسكرول على الموبايل على الكنبة. زي ما واحدة صاحبتي كده كل مرة كانت تقولي انا هنزل اتمشى، انا هلعب رياضة، انا هبقى رياضية. الحقيقة هنا إن هي عمرها ما عملت كده، بس لما جت في مرة نزلت تتمشى 5 دقايق هي فرحت بالإنجاز الكبير اللي هي عملته، وبقت كل يوم تمشي بالنص ساعة والساعة، وده بقى روتين حياتها. هنا الدوبامين حرك. ولو عايز بقى تعمل شوية حاجات تخليك متحمس، أنا بقى هقولك خليك مكمل معايا، تعمل لايك واشتراك ما تنساش. أنا هقولك حاول تعمل حاجة صغيرة زي إنك ترتب سريرك أو إنك تتمشى كل يوم 5 دقايق. الحاجات الصغيرة دي هتفرق معاك، ولما تعملها امدح نفسك كتير، أنا شاطر، أنا قوي، أنا مكمل، أنا قادر. وتعلم تكافئ نفسك بعد كل حاجة بتعملها. كوباية شاي في 50، نسكافيه، حلو النسكافيه. نعمل لنا حاجة نحسس نفسنا إن إحنا بنتكافئ عشان الدوبامين يعلى. واقعد اتخيل الحاجة قبل ما تعملها وقبل ما تخلصها، يعني وحس بقى إحساس أنا مرتب السرير، بص الشقة نظيفة إزاي، بص بقى أنا عامل بقى فورمة فظيعة. الإحساس ده بيعلي الدوبامين جدا. طب إيه بقى اللي بيقتل الحماس؟ إنك تقول أنا مش هقدر أعمل الشغلانة دي، أنا عارف أنا على طول، أنا كل ما أعمل الموضوع ده بفشل، أنا حاسس الشغلانة دي مش شغلانتي. الكلام ده بقى بيقتل الدوبامين. ولو بتعمل حاجة مهمة اقفل الموبايل خالص، اقفله سايلنت، وضع الطيران ما أثرش معانا في حاجة. التلفزيون بالذات في رمضان يتقفل، سامعني يا رمضان؟ يتقفل في رمضان بالذات، بيتقفل. بطل تكافئ نفسك على الكسل وتحفزه عندك. صدقني انت لما بتقعد قدام التلفزيون وتسكرول على الموبايل دي متعة سريعة، عقلك بيحبها وبيحفزك عليها أكتر كل يوم. بس لو طبقت كل يوم خطوات صغيرة وجربت تعمل روتين جديد هتدعيلي وهتعملي لايك والله.
اسمع مني وما تراجعش ورايا. وبس كده، باي باي.